بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبركة ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. ازيكم؟ ازي صحتكم؟ ربنا يا رب يجعل لكم الخير والبركة والصحة والعافية، قادر يا كريم، بحق الأيام الكريمة المفترجة ليا ولكم يا رب. وألف شكر لكم على دعواتكم الحلوة ليا والندى. ربنا يبارك فيكم ويجازيكم خير. ربنا يجعل أيامكم خير وبركة وهنا، وما يدخل لكم لكل خير وفرح بإذن الله رب العالمين. هعمل النهارده ان شاء الله وصفة حلوة قوي، إيه، سهلة وسريعة وميش مكلفة وحلوة برضو في الأيام الحلوة ديت بإذن الله. يعني بنحاول برضو ندخل وصفات كده مع الأكلات الاقتصادية مع حاجات رمضان. إن شاء الله ربنا يدوم عليكم خير وبركة، لا يجعل بينكم فاقد ولا مفقود، قادر يا كريم، احنا والناس كلها أجمعين يا رب. أنا هنا الأول حطيت معايا في الطبق، نقول بقى المقادير الأول. حطيت معايا في الطبق، حاطه، يعني ركزوا بقى في المقادير، مقادير سهله جدا جدا مفيش فيها اي حاجه. حاطه معلقتين من السكر، حاطه معلقه من لبن البودره، حاطه معلقه كبيره ممسوحه من الخميره. تمام، معلقه ممسوحه من الخميره. حاطه، حطيتهم وحطيت مع ربع نص معلقه من البيكنج باودر، بس البيكنج باودر بمعلقه الشاي. تمام، بيكنج باودر بمعلقه الشاي. حطيت معايا كوبايه ميه، وكان في ربع كوبايه لبن كملتها ميه. هقول لكم تاني المقادير. معايا معلقتين من السكر الابيض، معلقه من الخميره كبيره ممسوحه، معلقه كبيره من اللبن البودر، نص معلقه من البيكنج باودر. كان معايا ربع كوبايه لبن، كملت ربع كوبايه لبن ديت ميه. ماشي، معايا 3 كوبايات من الدقيق، 3 كوبايات بس من الدقيق. 3 كوبايات دول اقل من نص كيلو، النص كيلو 4 كوبايات، دي 3 كوبايات. هقول لكم بقى على اللي حصل كمان في الفيديو ده عشان تبقوا انتم، الناس اللي بتقول انا بستعمل الدقيق العادي وي 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 يبقى عندكم فكره. تمام، انا هنا معايا ربع كيلو من البلح العجوه، حطيت عليه شويه سمسم، وحطيت عليه كده مكعب من الزبده، مكعب حته من السمنه اللي عندك. تمام، وكنت حطيت الفرن كنت مولعاه، دخلت كده الطبق السلستين في الفرن، فالعجوه كده ساحت، هي كده كده كانت بره التلاجة يعني، ففكت يعني اكتر، فعجنتاه وهبدا اشوفها معاكم واصبعها معاكم. بص بقى يا حبيبتي، وانا بصبع بس البلح كده، انت بتدي ايدك زيت وبتعملي صوابع كده اهوت. بتجهزي كل حاجتك قبل ما تشتغلي في القرص بتاعتك. انا بعد ما عجناها وبقت العجينه معايا ناعمه وحلوه، سبتها لما اسيبها تخمر، مش الخمران الاخير، لا، الخمران زي ما انتوا عارفين هي كده كده بتخمر بعد ما بنشكلها، بنسيبها تخمر. طبعا انا احتجت شويه ميه وانا بعجن، كملت بهم. طيب، انا دلوقتي يا شيف ما عنديش لبن بودره، خلاص استعملي كوبايه اللبن. انا لما جيت احط السوائل بتاعتي حطيتها حبه حبه، ما حطيتش الكوبايه كلها، حطيت حبه حبه، نص الكوبايه وبنزل حبه حبه عشان الدقيق. طيب يا شيف انا ما عنديش لبن حليب، حط معلقه لبن بودره. ما عنديش لبن بودره، حط كوبايه لبن. طب ما عنديش لبن حليب ولا عندي لبن بودره، حطي ميه، اعجني بميه. بس انا بحاول اعلي معاك القيمه الغذائيه، يعني انا حطيت معلقه لبن بودره بس، ما حطيتش اتنين، عشان كان عندي انا اكتر من ربع كوبايه لبن كده حليب، وزودتها ميه دافيه. خلاص، فانت عادي عندك لبن بودره حطي معلقتين، ما عندكش حط كوبايه لبن، ما عندكش لبن حبه صغيرين كملوهم ميه، ما عندكش لبن بودره ولا عندك لبن، حط اعجني بميه. بس اني بقول لك لبن بودره او شويه لبن حليب ليه؟ بنعلي القيمه الغذائيه بتاعه المعجنات. خلاص، بنعلي القيمه الغذائيه بتاعتها. بعد هنا ما خمرت نص الاخمران، انا ما سبتهاش خمرت، ملت الطبق، شلتها وقطعتها كده، حطيتها كده وقطعتها هيت حسب بقى حجم اللي انت عايزاه. وما شاء الله نص كيلو مطلع لك التلات كوبايات دي ايه، مطلع لك كميه حلوه، وهنشوفها مع بعض. فهنا الحجم بقى اللي انت عايزاه بتقطعيه. خلاص، يبقى المقادير بتاعتي تاني كلها هقول لك عليها، عشان برضو في ناس بتبقى مش مركزه في المقادير الاول وانا بتكلم في الاول. معلقتين من السكر، خلاص، معلقة كبيرة من اللبن البودر، معلقة كبيرة ممسوحة من الخميرة، ربع معلقة، نص معلقة من البيكنج باودر اللي هو الكيك شيف. خلاص، في ملحوظة يا جماعة، كوباية بقى مية على لبن أو كوباية مية، ولو احتجت سوائل بتحطه بتنزلي سوائلك حبة حبة. خلاص، يا جماعة معلش أنا آسفة، 3 معالق من الزيت، شوف أنا كنت نسيت، 3 معالق من الزيت. خلاص، الناس اللي سمعت المقادير في الأول، في 3 معالق من الزيت. خلاص، انا هنا بقى بصوا بقى، انا هنا كنت شكلت الكور زي ما انتم شايفين كده،
فأما جيت أعمل واحدة لقيتها كبيرة، فرجعت صغرتها شوية عن كده. خلاص، يعني خدت من كل واحدة حتة حتة وعملت كمان يجي 4 5 كور. خلاص لقيت القرصية لقيتها تبقى كبيرة قوي، فصغرتها. بصوا بقى يا جماعة، الناس اللي بتقول احنا الدقيق السايب يا شيف انت بتستعملي دقيق مغلف، دقيق السايب مش دقيق السايب. انا رديت قلت يا جماعة الدقيق السايب مش في كل الاوقات حلو. لو اقول لكم انا كنت عايزه اقوم اعمل القرص، كان عندي العجوه قلت اقوم اعمل القرص، على اساس ان ده مثلا تاكل قرصيه ولا حاجه ما بترضاش تاكل، يعني احاول تاكل واحده بتحب العجوه والكلام ده، فقلت اعملها وحاجه مثلا للفطار او حاجه. تمام. فما كانش عندي دقيق مغلف، انا دايما بجيبه عندي. بصوا بقى هنا، شوفوا التشكيل الاول. شوفوا. وكمان صابع العجوه كان لقيته تخين، رفعته عن كده. شوفوا اني ما بخبيش عنكم حاجه، يعني ما فيش حاجة أنا بعملها لما أقولك عليها، ده عشان بما يرضي الله، عشان انتوا تعرفوا تتعلمي. يعني صابع العجوة اللي حسيته انه تخين، رفع شوفوا، انا حتى جبت لكم المقطع اهو. رجعت خدت الصابع بصوا، وعلى بصوا البوردة كده وبرفعه، شايفين؟ يعني ما بخبيش حاجة. الحاجة اللي بعملها والقاها لا مش مظبوطة بقول لك عليها عشان تتعلمي وتعرفي. شوف رفعته ازاي، لقيته تخين كده مش حلو، مخلي القرصة تخينة، فرفعته. العجينة لقيتها كبيرة صغرتها. خلاص، صغرتها. شوفوا هنا لو انتوا تلاحظوا انا صغرتها معايا، القرص بقت اكتر. بصوا بقى، شوفوا بقى هنا الدقيق السايب. بصوا لو اقول لكم المعاناة اللي انا شفتها وانا بعمل القرص، والله العظيم معاناة ما شفتها في حياتي. وقفت لو اقول لكم انا فضلت واقفة يعني القرص دي ما تاخدش نص ساعة شغل، يعني يمكن اكتر من ساعة ونص وانا واقفة. العجينة تلم اقول طب اسيبها ترتاح، العجينة تلم اقولها طب اسيبها ترتاح، استحالة. عاملة زي الكاوتش، الدقيق كأن بالظبط بفرد في سفنج في كاوتش. صعب جدا جدا جدا. عشان كده انا بفضل الدقيق المغلف. الفرق بينه وبين السايب مش حاجة يا جماعة. شوفوا انا بعد ما بحط صابع العجوة بقوم برمى الرول بتاعي، واقوم مقفلاه بالظبط كأنك بتعملي رغيف الفينو. عارفين العيش الفينو؟ كأنك بالظبط تعملي رغيف الفينو. بص بقى، شوف التشكيل الاول بعدين نتكلم. بعد كده بقفلهم في بعض كده. بصوا، اقفلهم حلو حلو، وهي لما تخمر اللحم ده هيشبك في بعضه اكتر. شوفوا بقفل، بصوا اهي، بصوا بقفلها ببعض كده اهيت. شايفين؟ مش هتكلم بس تاخدوا بالكم، بعد كده اكمل معاكم الكلام. شوفوا دايره جميله معايا لفتها. على بقى لو عندك مفرش سيليكون اشتغلي عليه. انا برضو كان من المشكله اللي عندي برضو ان ما كانش عندي مفرش سيليكون، ان شاء الله اجيب واحد. بصوا بقى بالمقص بالطرف كده، بالمقص ومقصها كده. بصوا بالطرف كده بصوا بالمقص الطرف وقصتها. بصوا جميله جميله جدا، تحفه. شايفين؟ اهي طرف كده، وتقص وتقومي حاطه الدهنه الصينيه. شوفوا مدهن الصينيه حته من السمنه حته من الزبده اللي عندك. في ناس تقول لك لا ما تدهنش الصواني، لا انت ما تدهني الصينيه في القرص في البسكوت في اي حاجه بتعمليها، بتطلع الارضيه في منتهى الجمال، حمراء ومندعه كده وجميله. ناس كتير تقول لك لا ما تدهنش الصينيه، لا كحك ولا بسكوت ولا لا. انا بدهن الصينيه مسحه خفيفه، الاخرى هتشوفوا الوقت ارضيه القرصه تحفه زي ما انتم متعودين معايا. خلاص. هنا برضو فردت واحدة تانية، وبعد ما افردها بحط العجوة، بقوم بقى على كده على البورتة كده، اقوم شوفهم. بصوا بقوم عاملة بصبعي ازاي. بصوا بترفعيها بقى، بترفعيها ترفع معاك، بترفعيها ترجعي تقفلي تاني اهو، وترجعي بصوا تلفي كده الرول اهو. انتوا كل ما تلفي بايدك هتلاقيه الرول بيطول معاكي كده بيكبر. تقومي عاملاها بصبعك كده من النص اهيت، وتقومي مقفلاه. بصوا تقومي بس شوفوا قافله لفه الرول ومقفلاه، وتقومي كده مقفلاه من الجنب، وانت ما تحطيه يخمر برضو بس تقفلي عليه برضو كويس. هي ما يخمر هيمسك في بعضه وهيبقى حلو. شايفين اهو؟ بعد لو بقى اظبطها في ايديا، واقوم بقى جايبه المقص. بصوا من الطرف اهو. شايفين؟ سهله جدا مفيش فيها اي حاجه. شايفين؟ اهي. بصوا اقوم حاطه بقى في الصينيه بتاعتي اهي. فكل لما اجي افرد العجينه
العجينة تلم، العجينة تلم، أفردها العجينة تلم، عاملة زي الكاوتش، عاملة زي الكاوتش أمّا تلم. دي دوّة شوفوا المنظر. على فكرة المقطع ده كان الأولاني، كان أول ما جيت أفرد، تمام، بس هو جه بعد يعني جه تالت حاجة، هو دي كان المفروض المقطع ده كان في الأول، بس أنا حاطاه تالت حاجة. بصوا عاملة ازاي، مهما سبتها ترتاح، مهما سبتها ترتاح، قعدت افرد فيها متتفردش. فيا جماعة الدقيق المغلف أنا بستعمل النجار، الدقيق الكيس فيه مثلا ب30 وساعات ب28. خلاص شوفوا أنا كنت حطيتها قفلتها وسبتها تريح تاني ازاي ومفيش فايدة، فعانيت على بال ما عملتها. طيب السايب ب20 جنيه، يعني أنا السايب اللي أنا شغالة بيه ده ب20 جنيه. باجيبه لما أكون هعمل مكرونة بشاميل، هعمل سمك، هعمل أغسل فراخ، بيبقى عندي لازم عندي السايب عشان ما اخدش من اللي هو المغلف اللي بشتغل بيه. فكان عندي الدقيق كنت جايبة عندي يعني جايبة تيجي 2 كيلو، فاخدت منه قلت اما اعمل. فدي الدقيق السايب يا جماعة. فيا ريت لما تيجي تشتغلي بحاجة اشتغلي بالدقيق المغلف، عشان الناس اللي بيقولوا لي احنا يا شيف عايزين نجيب الدقيق السايب لانه بيبقى ارخص شوية، فرقتش والله 5 جنيه، بس الحاجة بتطلع معاكي كويس. هي نتيجة القرص طلع حلوة وطرية واشة وكل حاجة، بس هتتعبك في التشكيل وهتتعبك في الفرد. الدقيق بيلم. عايز بقى ولا يجي 4 5 ساعات عشان تسيبيه يريح، مش زي المغلف بيعمل على طول، بتشتغلي بقى على طول، يعني ربع ساعة نص ساعة وتشتغلي بقى على طول. دي صعبة في تشكيله أوي. خلاص دي بس حبيت أقولها لكم بخصوص الدقيق. تمام، بصوا بقى أنا حطيت الصابع وقفلت، بلف الرول كأني هعمل رغيف فينو بالظبط، كأنك بتعملي رغيف فينو. بصوا بتقفلي عليه اهو، تقوم عاملة كده. بصوا اهو شايفين، شوفوا بقى كل ما بلف الرول بيكبر معايا ازاي، اقوم بقى عامله ببعضه كده اهوت. وتقفلي بقى حلو قوي كده، بالظبط زي بالظبط الكحكه العجله، يعني الكحك اللي هو كحك العجله اللي بنعمله. بصوا الربع كيلو، يعني انا عامله دي 3 كوبايات دقيق، ربع كيلو، ربع كيلو عجوه يعمل لك نص كيلو دقيق، يعني ربع كيلو عجوه يعمل لك نص كيلو دقيق. تمام، انا هنا عامله 3 كوبايات اقل من، انتوا عارفين عشان انا بصور على طول فما بعملش كميات كبيره، لكن انت عايز تعمله نص كيلو هقول لك تعمل ايه في النص كيلو. خلاص. شوفوا يا جماعه الناس اللي عايزه تعمل نص كيلو من الدقيق، نفس مقاديرك عادي، نفس مقاديرك. يعني انت هتزودي طبعا النص كيلو 4 كوبايات، انا عامله هنا 3، النص كيلو 4 كوبايات. خلاص دي المقادير، نفس المقادير. كل اللي هيفرق معاكي، بس كل اللي هيفرق معاكي ان انت السوائل بس اللي هتزيد معاكي، يعني بدل مثلا ما انا عجنت بكوبايه ممكن تعجني بكوبايه ونص، بكوبايتين الا ربع، بكوبايتين، هيفرق معاكي السوائل. خلاص، هي نفس المقادير، بس معلقه الخميره بدل ما تبقى معلقه ممسوحه خليها معلقه مليانه كبيره، والسوائل هتزيد معاكي. خلاص يعني هتزودي بقى من السوائل، بقى السوائل هتزودها بقى، بس ونفس المقادير في السكر، مفيش حاجه مختلفه بقى. الخميره هنخلي المعلقه مليانه شويه، متبقاش ممسوحة، والسوائل بتاعتنا هتزيد، سواء بقى في اللبن أو في اللبن البودرة. وتعملي تشتغلي بنص كيلو عادي. بدل 3 معالق زيت خلوهم 4 معالق زيت. تمام. ما تنسوش الزيت يا جماعة، عشان أنا نسيت أقولها في أول الفيديو، ما تنسوش الزيت. 3 معالق من الزيت على ال3 كوبايات، 4 كوبايات نص كيلو حط 4 معالق زيت، والنص معلقة بيكنج باودر هي نص معلقة بيكنج باودر، في سواء في ال3 كوبايات أو في النص كيلو. وضحت كده. يعني هنا بقى بقفل اهوت، شايفين، شو بتقفلها حلو. اه هوريكم بقى كمان وانا بقصها اهوت عشان تشوفوها، لان هي بصراحه بتتباع بره غاليه جدا، غاليه جدا جدا، وما بتبقاش حلوه. بص انت هتعملها انت هتشوف الروعه والجمال. الله يا جماعه، ليه لا انا اروح اشتري الحاجات ديت وانا في البيت اقدر اعملها وما تبقاش غاليه. بصوا الجمال، بصوا تحفه تحفه وفي منتهى الجمال. خلاص. آه شو يا حبيبي بقى، في ناس هتقول لي يا شيف انت لابسه بكم، اتكلم بقى معاكم، لابسه يا شيف بكم ولابسه فوق بكم قميص كده. القميص ده انا ببقى البسه لما باجي اصور، ببقى مثلا لابسه، انتوا عارفين انا مش بحب البس تبقى حاجات تقيله قوي. آه
يعني نادر لو لبست حاجة تقيلة قوي. فلما ببقى في المطبخ ببقى البس فيه كده كام عباية كده، ببقى البسهم على هدومي عشان لما اقف في المطبخ طبعا وهدومي كده ما تتبهدلش والكلام ده. فالقميص ده عشان خفيف ببقى البسه دايما على الهدوم بتاعة البيت، عشان واقفة على الحوض، واقفة بعمل حاجة، الهدوم اللي لابساها ما تتبهدلش يعني. اما اجي مثلا حصل ان انا اخرج اصلي، اقوم مثلا قلع العبايه بتاعه المطبخ مصليه واقوم داخله لابساها تاني. فببقى البسها بس عشان تحمي الهدوم بتاعتي، فخفيفه. فانا ببقى بلبسها على هدومي بتاعة البيت عشان هي خفيفه يعني. بعد ما بخلص بقوم قلعاها ومعلقاها على المسمار كده، مسمار في المطبخ. او ما بتتوسخ بغسلها هي واحده كمان وبلبسهم يعني عشان خفاه. لان طبعا ما اقدرش ابقى لابسه هدوم مثلا تقيله. شوفوا الجمال، شوفوا تحفه. ما اقدرش ابقى لابسه هدوم تقيله والبس هدوم تقيله تانية، انت عارفه عشان موضوع نفسه وكده. فبس بدور على اي حاجه رقيقه خفيفه البسها على هدوم البيت يعني. عشان بس ما في ناس ممكن تعلق هي الشيف لابسه هدوم بكم ولابسه عليها هدوم بنص، يعني انا عارفه في ناس يعني، يلا ربنا يهديهم. بصوا بقى يا جماعه، انا هنا بقى خلصت خالص اهوت، وسبته بقى اختمر. خرجت صليت وشفت لو في حاجة تانية عملتها. كان هو اختمر، ما اختمرش الخمرار اللي هو تحس ان بقت اتنفخت وبقت هوا والكلام ده، لو دخلت الفرن تبوظ. انا عايزه الاخمرار تحسي ان القرصه تخنت كده، بقت باين عليها التخن كده شويه، بقت حلوه، مش نفخت بقت اتملت هوا. لا، الحاجه اللي بتخمر زيادة عن اللزوم بتخش الفرن بتبوظ على طول. تمام. معايا بقى هنا شوية من اللبن، تمام، عليهم يعني صفار بيضة، أقل من صفار البيضة كمان يعني، ما خدتش صفار البيضة كله. تمام. وشوية من اللبن وعملتهم في بعض. وقمت ايه هنا بقى شوية من بعد ما دهنتها رشيت عليهم شوية من السمسم اهيت ودخلتها الفرن. شوف بقى الجمال. بص، لو انت مش عايزة صفار البيضة تدهني بلبن بس، يعني لو انت مش عايزة صفار البيضة ادهني بلبن بس. تمام. مفيش في مشكلة، تدهني باللبن، فرشة تدهني كده القرص باللبن، وتقومي بعد ما تدهني ترشي شوية من السمسم. بصوا الجمال، تحفة حلوة قوي قوي. بس انا ايه صفار البيضة، وزي ما انا قلت لكم في الفيديو اللي فات ان انا قربت لكم الكاميرا اهو، والله العظيم ما في ريحة بيض، والله بأمانة، انتوا عارفين بخبيش عنكم حاجة. بصوا الجمال. شوف، رغم ان انا عانيت جدا في الفرد في العجينة دي، بس ما شاء الله طلعت في منتهى الجمال. هنا دي ماسكه بعد ما بخرج من الفرن، بعد ما تخرج من الفرن انا بسلكها عشان ماسكه. جبت حته من الزبده سيحتها وبفرشه كده ورحت ملمعه الوش بتاع، شوفوا الارضيه، شفتوا ارضيه القرص بقى، شفتوا تحفه. قمت دهنه وبعد كده قمت مغطياها. لازم تغطيها بفوطه، تغطيها بصينيه، بالذات القرص تتغطى عشان بترد في بعضها. تمام. بصوا تحفه يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، حلوه جدا جدا. شوفوا عامله معايا قد ايه، 3 كوبايات. شوفوا يعني عاملين حوالي معايا 14 او 15 واحده، 3 كوبايات دقيق. يعني انت بقى تشتروا الحاجات دي من بره لا غاليه، والعجوه على ايدك انت عاملاها ونضيفه. بصوا، بصوا انا بقطع لكم واحده اهيت، شايفين حلوة جدا. يلا اعملوها بقى جنب شوية الشاي كده، ولا شاي بلبن للفطار تاكلوها بالليل، الناس اللي بتحب الحاجات بالعجوة. بصوا جميلة جميلة جدا جدا. ومتقلقش من زفار البيض، مش عايزة تاني لبن بس هيديكي برضو نفس النتيجة، او لبن على باكو قهوة سريعة الذوبان هيديكي نفس النتيجة. تمام. بصوا، بإذن الله تعجبكم وتنور رضاكم، وما تحرمش منكم ولا من تدعيمكم ولا من كلامكم الحلو. ليه؟ شوفوا أرضية، شوفتوا الأرضية دي لازم تدهن الصينية، أي حاجة تعملها دهن الصينية. اسمعوا كلامي، أنا عارفة إن أنتوا بتاخدوا كلام الثقة. تمام. ادهن الصينية طلع معاك الحاجة النتيجة ناجحة في منتهى الجمال. شايفين؟ واعملي 3 كوبايات دقيق وان شاء الله تتبسطي منها جدا جدا. اسيبكم في رعاية الله، وما تنسونيش بقى في اللايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك، والكومنتات الحلوة اللي انتوا بتبعتوها لي. وربنا يا رب يديم عليكم نعمة يا رب، كل سنة وانتم طيبين. واسيبكم في رعاية الله، مع السلامة.